السلام عليكم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. لما تعلق قلب نبي الله إبراهيم بولده إسماعيل جاء الأمر من الله بذبحه. ولما تعلق قلب نبي الله يعقوب عليه السلام بولده يوسف عليه السلام ابتلي بحرمانه وفراقه لأكثر من 30 سنة. ولما قال يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن والمفرج عنه: اذكرني عند ربك، ابتلاه الله فلبث في السجن 10 سنين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نبي من الأنبياء قد أعطي جنودا من قومه فتعلق قلبه بهم إعجابا، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله عز وجل أن اختر لقومك إحدى 3: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو جوع أو الموت. ويوم حنين أعجبت الصحابة كثرتهم وتعلق قلبهم بها فلم تغن عنهم من الله شيئا. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي الحديث: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى يغار على عبده، يغار عليه أن يتعلق قلبه بغيره وأن يسأل غيره، وهو خلقه والقادر على إغاثته وعونه. فالتوحيد الخالص أيها الأحباب أن تخلص قلبك من أي متعلق غير الله تعالى. فاللهم طهر قلوبنا.